alhamdulillah yàlla yàlla jàpp ci suñu loxo ñun ñëpp yàlla def ñi di jaamu yam sànn jaamu yam gërëm. أهم العقبات التي تواجه الدعوة الإسلامية في السنغال أو خلينا أقول في إفريقيا بوجه عام في الوقت الحاضر. والله الإسلام في هذا الوقت أحيط بأخطار جسيمة، منها التبشير المسيحي، الاستعمار، الشيوعية، والانحلال الذي نشاهده في شبابنا لأجل جهلهم بمبادئ دينهم. وأهم شيء قوم به المسلمون الآن نشر اللغة العربية في البلاد التي جهلوا هذه اللغة، وهذه اللغة ذات هي لغة القرآن، لغة التنزيل. من عرف هذه اللغة عرف الإسلام هينا، ومن جهل هذه اللغة لا يتأتى أن يفهم الإسلام حقيقة. والاستعمار جلسوا في تلك الأقطار 100 سنة أو أكثر وهم يحرمونهم تعلم هذه اللغة، لأنهم أدركوا حقيقة أن الإنسان لا يصح أن يكون مسلما حقيقيا إلا بعد أن يعرف العربية والقرآن. فأهم شيء عندنا أن نسهر في تحفيظ الأولاد القرآن أول كل شيء، لأن القرآن من حفظه وعرف اللغة العربية لا يتأتى أن يضلل أبدا عن دينه، لأن المسلمين لا ينفعهم إلا وحدتهم الشاملة. إذا توحدوا وقاموا بعبادة ربهم وانضموا إلى صفوف المسلمين صاروا على الطريق المستقيم، كما يقول الله تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. هذه المبادئ ثلاث هي التي بها صلاح المسلمين إذا عبدوا الله تبارك وتعالى على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانضموا إلى صفوف المسلمين حيثما كانوا وقرأوا القرآن صلح جميع أمورهم. وهذا السر جهله كثير من المسلمين وهو قوة المسلمين، ولكن أعداء الإسلام أدركوا هذا السر. فقد سافر رئيس وزراء بريطانيا وجال في شرق البلاد وغربها ورجع إلى بريطانيا، وقف بمجلس العموم البريطاني وبيده مصحف وقال: هذا الكتاب وذلك البيت الذي بمكة ما دام في الدنيا فلا قرار فيها لغير المسلمين، فلنحاربهما بكل ما نملك من قوة وإمكانية. yal nañu yàlla méngoo ci saa ak ci baat yal nañu yàlla sagal mépp musiba ak bépp balaa, yal nañu yàlla sagal wépp xay ak borom xaywa, yal nañu yàlla xiir jëlam bëgg ak jëlam gëdëm, yal nañu yàlla jox ñëpp seeni càkkutéen.